طبعا ما هي لازم ما تبقاش لأصحاب القلوب الضعيفة يا راجل، ده أنا جالي ضيق تنفس. اتفرجت على الحلقة الثامنة من مسلسل ورد وشوكولاتة واللي كانت بعنوان عتبة مباركة، وبصراحة فعلا الحلقة دي كانت صعبة جدا عشان بنشوف فيها شخصية صلاح اللي قرر خلاص إنه يخلص من مروة مراته بمساعدة صاحبه، فبيوديها المزرعة على أساس إنه هيشتريها لها، ومن هنا بيبدأ جريمته. حلقة قوية جدا على مستوى الأحداث والإخراج والمزيكا وكل حاجة، وكان بيتمهد لها من الحلقة اللي فاتت، فده خلى عنصر الساسبنس في الحلقة دي كان عالي جدا. وفعلا من أول دقيقة لحد الآخر أنا كنت قاعد متوتر قوي. وأكيد بطل الحلقة دي هو النجم محمد فراج اللي متفوق على نفسه في المسلسل ده ومقدم واحد من أقوى أدواره هو وزينة، ولكن بالنسبة لي فراج في حتة تانية خالص. كل الأداء اللي قدمه في الحلقات اللي فاتت حاجة، وأداؤه في الحلقة دي حاجة تانية خالص تستاهل فعلا الإشادة. المسلسل فاضله حلقتين متحمس ليهم جدا، وعايز اعرف هل فعلا صلاح زي ما صاحبه بيأكد له انهم حاطين خطة ما توقعهمش، ولا ممكن يكتشفوا حاجة هم نسوها وتقلب عليهم الترابيزة. هنعرف الاسبوع اللي جاي، والاهم من ده كله مستني رأيكم تحت في الكومنتس وتوقعاتكم. وباي باي.